الجنيه والريال والدرهم والدينار كلهم عملات وطنيه للدول العربيه، وفي منها اللي ثابت في سعر صرفه وفي منها اللي متحرر في سعر صرفه. لكن بغض النظر عن نظام وسعر الصرف اللي بتستخدمه دولتك، سواء كان نظام ثابت او نظام كان حر، فالدول كلها والعربيه بالذات بتتاثر بدرجات مختلفه بسبب ارتفاع سعر الدولار. عندك مثلا الدول اللي مثبته سعر الصرف هتحتاج لان هي تحرق دولارات اكتر علشان يفضل السعر ثابت، واللي محرر سعر الصرف هيضطر لان هو يرفع سعر الفايده علشان يقدر يسيطر على نسب التضخم ويحافظ على تدفقات راس المال الاجنبيه اللي جايه من بره. وده يخلينا نسال سؤال مهم جدا، واعتقد ان كلنا بلا استثناء فكرنا في السؤال ده او سالنا نفسنا السؤال ده: ليه ما نوقفش التعامل بالعملات الوطنيه واللي كل شويه بحال؟ شويه السعر يرفع، شويه السعر ينزل، والدنيا مش مستقره فيها، شويه في تعويم وشويه في تضخم وقلق دايما وباستمرار. وطالما الدولار هو العمله الرئيسيه اللي مسيطره على العالم كله، ليه ما نغيرش ونشتغل احنا كمان بالدولار بدل العمله الوطنيه؟ وخليني اقول لك ان هو فعلا ينفع، وفي دول كتير عملت الحكايه ديت، وفي من ضمنهم دوله عربيه بتحاول ان هي تنفذ العمليه دي، واللي هقول لك على حكايتها كمان، بس اصبر معايا شويه. طيب هو ايه اللي يخلي الدوله تستغنى عن عملتها بكامل ارادتها وتتجه لان هي تستخدم عمله دوله تانية؟ ومين هي الدول ديت وعملت كده ليه؟ وفي سؤال تاني مهم جدا، وهو اننا كلنا عارفين ان البنك المركزي للدولة هو المسؤول عن طباعة العملات الوطنية. في حالة ان الدولة تخلت عن العملة الوطنية بتاعتها واشتغلت بالدولار، هل البنك المركزي للدولة هيكون له اي سيطرة على الدولار ولا لا؟ السلام عليكم، انا محمد مصطفى وده صراع. في 12 ابريل سنة 2000 وصلت مجموعة من الصنادل البحرية، والصنادل دي كانت محملة بأكتر من 10 مليون قطعة نقدية أمريكية، وبعدين رجعت في أول مايو جابت حمولة تانية، وكانت حمولتها في الوقت ده تقريبا 5.9 مليون دولار. وفي نفس الوقت ده كانت الإكوادور مأجرة طيارات علشان تنقل أكتر من 100 مليون دولار من العملات الورقية، وده علشان توزعها على المواطنين عشان تكون بديله للعمله الوطنيه السكر، واللي قررت انها تديها بالجزمه بعد ما فشلوا في ان هم يرفعوا قيمه السكر قصاد الدولار. طب الكلام ده حصل ازاي؟ عشان تعرف الحكايه لازم نرجع لورا شويه، وبالتحديد في السبعينيات. الدنيا كانت مزهزهه قوي مع الاكوادور في الوقت ده، وده لان الاكوادور اقتصادها قايم بشكل كبير جدا على البترول، وفي ظل ارتفاع اسعار البترول عالميا في الوقت ده بسبب حرب اكتوبر، ده ادى لانتعاش الاقتصاد الاكوادوري بشكل غير مسبوق، واللي وصل فيه معدل النمو لنسبه 9% سنويا في الفتره ما بين سنه 1970 لسنه 1977، وده خلى الاكوادور تستلف من البنوك الدوليه بشكل مبالغ فيه، مع انهم كانوا محققين معدلات نمو عاليه جدا. لكن هقول لك ان الطمع قل ما جمع، والحكايه ببساطه ان القروض في الوقت ده كانت بنسبه فايده ضعيفه جدا، وده لان الفايده الامريكيه في الوقت ده كانت رخيصه قوي، وعلشان كده الحكومه الاكوادوريه والقطاع الخاص اخدوا قروض بشكل مبالغ فيه، وعشان كل حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. في الوقت ده امريكا كانت بتعاني من تضخم شديد جدا، واللي كان احد اسبابها الغاء اتفاقيه برايتون وودز واللي اتكلمنا عنها في حلقه سابقه. البنك الفيدرالي الامريكي علشان يسيطر على حاله التضخم عمل زي ما بيعمل دلوقتي، فضل يرفع في سعر الفايده الامريكيه لحد ما وصلت ل 15.8% في الفتره ما بين سنه 1973 لحد سنه 1981، وده طبعا كان خراب بيوت لكل الدول اللي كانت واخده قروض بالدولار، واللي كان من ضمنهم الاكوادور. وده ببساطه لان خدمه ديونها بقت مكلفه جدا، ولان المصايب لا تاتي فرادى. ففي سنه 1976 الظاهره المناخيه المعروفه باسم النينو ضربت البلد في الوقت ده، واللي اثرت بشكل كبير جدا على الحاصلات الزراعيه، وفجاه سعر البترول وقع وزاد معدل التضخم، والحكومه هنا قررت انها تخفض قيمه العمله اكتر من مره عشان تواجه حاله التضخم اللي حاصله في البلاد، وخصوصا ان البنوك الامريكيه رفضت انها تجدد القروض. والسكر كان سعر صرفه في الوقت ده كان بيساوي 25 سكر لكل دولار، وفضلت قيمته تنزل لحد ما وصل ل 18,000 سكر لكل دولار واحد، وده كان في نهايه سنه 1999. هنا الاكوادور كانت بتضيع فعلا، والناس كانت مخنوقه جدا بسبب انخفاض سعر عملتها وبسبب التضخم اللي عمال بيزيد يوم عن التاني، وكانوا في الوقت ده بيدوروا على حل للحكايه دي، لحد ما طلع الرئيس الاكوادوري في الوقت ده جميل معوض يوم 9 يناير سنه 2000، وقال في البرلمان الاكوادوري ان هو هيقدم خطه اقتصاديه جديده، وكان ملخص الخطه دي ان هم هيستغنوا عن العمله الوطنيه للبلد اللي هي السكر في مقابل ان هم يستبدلوها بالدولار. هو كان عاوز ينفذ عمليه الدولره، والدولره هنا معناها ان الدوله تستغنى عن العمله الرئيسيه بتاعتها وتستخدم الدولار. وخلينا نقول ان الدولره هنا بتتقسم لنوعين. النوع الاولاني وهي ان الحكومه تاخد قرار رسمي بان العمله الرسميه ليها تكون هي الدولار، واللي بيكون ليها الزام قانوني باستخدامها في كل المعاملات النقديه، ومن خلال الليجل تندر
ما يقدرش اي مواطن ان هو يرفض التعامل بالدولار. وفي دول تانية عملت الحكاية دي زي بنما والسلفادور. وفي نوع تاني من الدولارة ولكن هي الدولارة الغير رسمية او اللي بيطلق عليها الدولارة بحكم الامر الواقع. وفي الحالة دي بتكون الدولة شغالة بعملتها عادي، لكن على ارض الواقع بيكون الدولار له الغلبة على العملة الوطنية للبلد. وده اللي حصل في فنزويلا وكولومبيا ولبنان. ولبنان هي الدولة العربية اللي أنا حكيت لكم عليها من شوية. في نوفمبر سنة 2021 وصل معدل الدولار في ودائع القطاع الخاص ل 80% من الودائع، يعني الأغلبية الكاسحة من الودائع في البنوك اللبنانية كانت بالدولار. وده بيعكس من ناحية اعتماد اللبنانيين على الدولار، واللي بتعكس الخطة اللي كانت ماشية عليها لبنان من فترة التسعينيات تقريبا. المهم نرجع للإكوادور تاني. بعد شهرين من إعلان جميل معوض لخطته، البرلمان الإكوادوري وافق عليها وبدأوا ينفذوها فعلا. وطلع البنك المركزي في 20 مارس في بيان للشعب وقال لهم إن كل واحد معاه سكر يوديه البنك ويغيره بالدولار. طيب هيتغير بكام؟ رد عليهم وقال لهم إن كل 25,000 سكر هيتغيروا بدولار واحد. والموضوع دخل في حالة الجد، والموظفين في الحكومة بدأوا ان هم يقبضوا بالدولار، والمعاملات كلها على ارض الواقع بدأت تكون بالدولار. حتى الاي تي ام بدأت تطلع دولارات. السكر اللي كان بيتم لمه من الشعب كان بيتبعت لدار صك العملة عشان يتعدم هناك. وفي احصائيات البنك المركزي الاكوادوري انه بعد 3 شهور بس من القرار ده الشعب بدل 95% تقريبا من ممتلكاته اللي كانت بالسكر وحولها لدولار. وفي يوم 9 مارس سنة 2001 ده كان آخر يوم يتم السماح فيه بالتعامل بالسكر الإكوادوري. ومن اليوم ده بقى أي حد معاه سكر يبل ويشرب ميته، ورسميا بقت الدولة مدولرة. طيب النتيجة بقى كانت إيه؟ هقول لك أنا على الكارثة الكبيرة. خلينا نكون متفقين إن الدولة هنا بقت مدولرة رسميا، لكن الكارثة الأكبر هنا إن البنك المركزي ما بقاش له أي سيطرة على العملة بتاعته، وبقى زي قلته. وده لأن أي بنك مركزي في الدنيا بيستمد قوته من قوة سيطرته على العملة الوطنية للبلد. والسيطرة هنا بتتمثل في حق البنك المركزي في طباعة العملة الخاصة بالبلد. وفي الحالة بتاعت الإكوادور الوحيد اللي بيمتلك حق طباعة العملة للبلد هو البنك الفيدرالي الأمريكي. وهنا كان لازم نسأل سؤال مهم جدا، وهو إن الدولة لو محتاجة دولارات ومفيش عندها موارد زي السياحة والتصدير هتجيب دولارات منين؟ وهقول لك هنا الدولة هتضطر إن هي تبدأ تبيع في الأصول بتاعتها علشان تقدر توفر الدولار. طب لو الأصول دي ما كانتش مكفية، هنا هتبدأ ان هي تستلف من البنوك الدولية. والاخطر بقى من ده كله ان البنك المركزي الاكوادوري فقد دوره كملاذ امن للمودعين من الشعب الاكوادوري والقطاع الخاص، لان البنك المركزي بيعتبر هو الضامن لفلوس المودعين في البلد. وده لانه في اسوأ الظروف هيقوم طابع شوية اوراق كده ويديها ختم العملة ويديها للناس، وهنا تبقى انت اخدت حقك من الفلوس اللي انت كنت مودعها، واللي في الحاله دي مش من حقه ان هو يعمل كده. والحكومه في الاكوادور عشان تحل المشكله ديت انشأت صندوق طوارئ دولاري، واللي فيه اجبرت كل البنوك الوطنيه ان هي تحط نسبه 1% من الودائع الموجوده في البنوك ديت داخل الصندوق ده. طيب بعد كل الخطوات اللي حصلت ديت، هل الحل ده فك الوضع الاقتصادي المتأزم في الاكوادور في الوقت ده وعمل بلقمته، ولا فشل كالعاده؟ وهنا هصدمك في الاجابه، بس خليني اشرحها لك بشكل مبسط. في الفتره ما بين سنه 2000 لحد سنه 2008 بالفعل الحكايه بتاعت الدولار ديت حققت بعض الاهداف بتاعتها، وفعلا تم تثبيت سعر صرف العمله لان اساسا ما بقاش في عمله وطنيه للبلد. وفعلا الاسعار انخفضت لان معدلات التضخم بدات ان هي تقل، واللي كان وصل معدل التضخم في سنه 2000 ل 96%، وفضل معدل التضخم ده يقل لحد ما وصل لنسبه 2.2% سنه 2007. وخليني اقول لك ان القروض اللي اخذتها الاكوادور من صندوق النقد الدولي ادت كمان لانتعاش الاقتصاد شويه، ولكن عشان دايما تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن جت الازمه الاقتصاديه في سنه 2008. وعلشان من اكتر الاقتصادات في العالم اللي تاثرت بالازمه الاقتصاديه دي كان هو الاقتصاد الامريكي، وعلشان الاكوادور اصبحت العمله الرسميه بتاعتها هي الدولار، فهي كمان اتاثرت بشده. وهنا طلعوا قرار غبي جدا، والقرار ده كان في مضمونه ان البنك المركزي يتحول تبعيته للحكومه الاكوادوريه. وهنا الحكومة أجبرت البنك المركزي إن هو يشتري منها أذون خزانة بمبالغ كبيرة جدا، لحد ما حصل عجز شديد جدا في الميزان العام. لكن في الفترة ما بين سنة 2008 لحد سنة 2014 الوضع ما كانش سيء قوي، وده لأن أسعار البترول في الوقت ده كانت مرتفعة جدا، وده كان ساند البلد شوية. ولكن مع انخفاض أسعار البترول بدءا من سنة 2014 بدأت الدولة تدور على مصادر تانية تجيب منها دولارات، وهنا بدأت تستلف من اللي يسوى واللي ما يسواش، وبدأت تستلف من البنوك المحلية عن طريق البنك المركزي. وهنا الدين المحلي العام ارتفع من 14.7% مليار دولار سنة 2001 ل 66 مليار
في سنة 2022 بس. وفي سنة 2020 الإكوادور ما كانتش بتمتلك كلها على بعضها 800 مليون دولار عشان تدفعها لأصحاب أذون الخزانة، واللي كانوا بيمتلكوا تقريبا 19.2 مليار دولار. وده سبب ضغط كبير جدا على الاقتصاد الإكوادوري وخفض نسبة النمو الاقتصادي للدولة، واللي اتأثر كمان أكتر بأزمة فيروس كورونا، واللي وصلت خسائرها بسبب الفيروس ده ل 7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة بحالها. المضحك بقى في الحكاية إن الإكوادور كانت ماشية بنصايح اقتصادي فنزويلي، ولو تفتكروا إن احنا قلنا إن فنزويلا وقعت في الحكاية دي أو وقعت في الورطة دي من شوية، واللي كان مفهمهم إن عملية الدولارة دي الحاجة الوحيدة اللي ما تقدرش على علاجها هو مرض الإيدز. في رأيك بقى، هل عملية الدولارة دي هي العلاج الناجح لمساعدة الاقتصاديات الضعيفة، ولا الحكاية طلعت فنكوش؟ شاركنا التعليقات وقول لنا رأيك. بس كده، سلام عليكم.